اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. الحقيقه بمناسبه 30/6 عندي اقتراح. عندنا مباراه القمه الافريقيه اللي تجمع بين الزمالك والاهلي ان شاء الله اتاجلت الى يوم الاربعاء المقبل. المباراه المفروض ميعادها الساعه 4:30، في محاولات انها تبقى الساعه 4 على اساس ان المغرب يعني بيدن بدري في الغردقه شويه. ما علينا. اللي عايز اقوله انه في فرصه انه المدرجات خاليه لان المباراه بدون جمهور، وايضا الاسوار خاليه. اتصور ان دي ممكن تكون فرصه جيده انه نحط كتير جدا من اللافتات، وانه ممكن اللاعبين ينزلوا بلافتات عليها 30/6 هتبقى مهمه جدا تبين للناس قد ايه 30/6 اللي هو الصندوق، اللي هو رقم الحساب، اللي هو صندوق دعم مصر. ممكن جدا يتم الاتفاق مع الساده المسؤولين في نادي الجونه الحاج احمد الصحيفي. ممكن سهل جدا الامور تبقى موجوده معاه بشكل كويس، خاصه ان الملعب بتاعهم هتبقى موجوده في المدرجات بشكل واضح وتتقال، والساده المعلقين، لانه المباراه هتنقل على التلفزيون المصري الارضي وهتنقل على الاذاعه المصريه، يتم التنويه عنها بشكل واضح، ودي تبقى رساله واصله للناس كلها. تحط اللافتات كمان في الملعب حوالين التبرع لهذا الصندوق، نعرف الناس ايه 30/6 دي. اتصور انه ده ممكن تبقى رساله للناس كلها، الناس تتفرج والناس تعرف والناس تشوف وتشوف قد ايه الالتفاف. مسؤولو الناديين لو عايزين يفكروا في فكره اهلا وسهلا بيهم، او المسؤولين في الجونه او المسؤولين عن الحمله 30/6 من خلال الاتصال بنادي الجونه بالسيد سميح ساويرس. وعلى فكره نجيب ساويرس من اكبر الناس الداعمين لهذا الصندوق، فبالتالي اعتقد انه لو قدروا يعملوا ده ممكن تبقى في رساله واضحه واصله للعالم اجمع. خلينا اقول لكم